السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة ومميزة، وهالمرة جريئة بوجود ضيفنا المميز والجريء فيصل الراشد. حياك الله. يا هلا والله وغلا أخوي فواز. طبعا سعيد جدا في لقائي معك، ولكن ليش قلت الجريئة؟ مشاهدينا انقلبت الطاولة، الموضوع تغير، لا صار ليش السؤال جريئة؟ هناك والإجابة هنا. ايش معنى فيصل راشد جريئة؟ أنا بقول لك إيه. وبكل ثقة، أنت من الفنانين صراحة اللي يطرح أعمال جريئة، وجايك أنا أسئلة كثيرة عندي. جريئة؟ جريئة جدا، خاربة خاربة مثلا، غسيل أموال. يعني أنت عندك المسميات فيها جرأة أو العمل فيه جرأة. ليش ما تقول تميز؟ يعني ليش جرأة؟ وليش ما نقول استفزاز؟ إيش رأيك أنت؟ لا، هو تميز يعني أكثر من يعني هو اختيار. حلو. دائما لما تكون سلعة تجارية أو أغنية أو إلى آخره، إذا ما اقتنصت التميز في الكلمة، التميز في الاسم، التميز فيها، ما راح تنجح، أنت ما راح تسوي شيء يعني. فأنا دائما يعني أختار التميز. ممكن أنت تقول أو تسميه مسمى جريء، ولكن أنا ماني شايف فيه جرأة، لأن الكلام هذا دائما متداول بيني وبينك. يعني هي خاربة خاربة كلنا نقولها. حلو. طيارة كلنا نقولها. غسيل الأموال قضية مطروحة من عمر الدنيا، ولكن بس فيصل أول مرة تنطرح في أغاني. التميز فيها أن غسيل أموال على حب يشبه نظرة عيونك. فأنت بالنهاية تميزت في كلمة غسيل الأموال، يعني قلبتها إلى حب، قلبتها إلى غزل، قلبتها إلى، فهذا التميز في الموضوع. زين، التميز هذا سبب لك نقد كثير حتى في الكليبات، صح؟ لا، الكليبات صح. أنا يعني شوف، في كليباتي أقدر أسميهم جريئة. الكليبات جريئة، أنا صريح جدا معاك صراحة. حلو حلو. الكليبات جريئة. طيب ليش؟ والله شوف، هو يعني بيني وبينك تجي أفكار يعني جماعية. دائما الأفكار تكون جماعية، يعني بيني وبين الشباب، وبيني وبين المخرج، وبيني وبين الملحن والموزع فنختار أجرأ شيء، بس مو اللي يطلع عن المألوف. يعني شيء بسيط، ومثل أغنية أهل نجد، فكرة يعني منقبات ولثام فيها، وفيها ثياب، وقالوا انها ثياب رجال، وهي اساسا مو ثياب رجال، هي ستايل المصري ماخذين. فتميزت شوي في موضوع الكليب. يعني خلاص صار ممل الموضوع، انه كل ما يصير كليب من المعترف فيه، لان الفنان الاول بعدين يجون وراء الموديلز، سووا رقصه واحده وانتهى الموضوع، السلام عليكم. فليش لا؟ بالعكس، انا اتميز دامني تميزت في كلمه او في اختيار او انتقاء الاغنيه، كلمه الاغنيه، وليش ما اتميز في الكليب؟ زين، انت مركز على كلمة تميز تميز. زين، لو انه تميز ما تحصل نقد، يعني كان بالعكس بيقولون الله النقد متميز. حاصل لو انت ما تميزت ولا صرت جريء. النقد طيب. حاصل خاصة في المجال الفني او في مجال البزنس او في اي مجال ثاني. النقد لابد منه. ليش؟ لان انت ناجح، فلما حلو. تكون ناجح اكيد بتنتقد، ولما تنتقد انت خلاص اعتبر نفسك انك انت ناجح. لكن اللي ما ينتقدك ولا يعبرك ولا يدري عنك، انت خلاص هني تاخذ قشك وتمشي، تعرف انك انت ما انت ناجح لا في هذه ولا في هذه. العين صامت عن جميع المزايين، والقلب عيا ما في غيره المجد. ما لا الاصيل الا بنات الاصيلين، الله يقطع عشقة ما لها اجال. يا لال. طيب انت ترد على اللي يقولون ان اعمالك الاخيرة ما تحمل قيمة فنية، شو ترد عليه؟ اعمالي، شوف انا اقول لك شيء، قيمه فنيه نفس اعمالك اللي قبل.
يعني شوف لما تتكلم عن قيمة فنية تتكلم عن أشياء كثيرة الناس مو فاهمتها. مثل؟ أنا أقول لك، أنا غنيت في بداياتي تدور الزلة من أجمل الأغاني اللي غنيتها في حياتي. خنتني مبروك يعني شو اختلف. أصبح إن الموضوع الشركات ما قامت تاخذ مني القيمة الفنية. أنا كفنان. فأنا يعني بالنهاية مو معقول اني انا اروح اخذ سيدياتي واوزعها على خلق الله واعطي. الشركه هي دورها، هي تقوم بهالدور هذا. اذا ما شافت طياره، ما شافت فوق تحت، اذا ما شافت يا الشرطي مثلا. بالضبط، ما راح تاخذ البومك. طيب انت راضي عنهم الاعمال اللي قدمتها؟ طبعا مثل الشرطي كل الرضا، لا كل الرضا، بالعكس اغاني نجحت وما زالت. لان ليش؟ دائما لما انت ترسم البسمه حلو وتدخل افراح تشارك في افراح، اصبح ان انت يعني في القمه مو في الاحزان، يعني فهمت؟ نعم. فانا دائما اركز اني كيف افرح الاغنيه الناس. الفريحيه. ايوه، كيف افرحهم. فانت لما تجيبها عن طريق الفني، عن طريق يعني اجيله طياره مثلا، فوق ما انت متخيل، حبي لك ما هو قليل، تحت امرك يعني. فالافيهات هذه تميزك عن الناس وتدخلك حتى الافراح. مو معقول انا اروح اغني بعزة يا جماعه. فخلاص الناس يعني الحين بصراحه صح جد والله صح كلام. الناس الحين تبي تبي تفرح تستانس. خلاص حزن. ملينا يا اخي. ايه. ملينا، تعبنا من الاخبار، تعبنا من التفجيرات، تعبنا من الاشياء هذه. فاحنا داشين في قسم ثاني ممكن انت يطلعك من مود اللي انت فيه، فهمت؟ فالقيمه الفنيه موجوده فيها يا اخي. انت لو تسمع كلام نعم اهواه وذابحني وعلى الرده ابي الشاره، وهو بس لو يسامحني انا ارجع له طياره. انا من بعد ليله امس وشوقي اللي دمع له، بلا يا عمي عزه نفس انا راجع له. في قيمه فنيه، في كلام حلو، في شو اقول لك، باصات. ولعبه اللحن ممكن بعد. واللحن بعد يساعد، والتوزيع. طيب على طاري اللحن، انت ما شاء الله عليك يعني تتميز في الالحان. هل في فنانين يطلبون منك الحان؟ والله انا لحنت فنانين كثير يعني. انا في بداياتي كنت غنيت هل يتحرموني منه. نعم. وغنيت هذا اللي شايف نفسه، غناها الفنان راشد ماجد، وغنتها الفنانة أحلام. وغنت هذا اللي شايف نفسه الفنانة أحلام. وأعطيت كثير، ماجد المهندس، أعطيت راشد الفارس، أعطيت عبد المجيد، أعطيت كثير من الفنانين. طيب تشوف منو اللي خدم أغنية هذا اللي شايف نفسه وهل لا تحرموني منه أكثر؟ هل راشد الماجد أم الفنان أحلام؟ قصدك يعني خدم العمل؟ خدم أي عمل يعني راشد خدم هل لا تحرموني منه أكثر أم أحلام خدمت هذا اللي شايف نفسه أكثر؟ شوف حبيب، أنا بقول لك شيء. خلينا الحين من احنا في لقاء وهنا الناس تشوفنا. حلو. أنت بوجهة نظرك، يعني بوجهة نظرك أنت، من تتوقع راشد ولا أحلام؟ يعني اللي ضربت والله فيصل أنا ما أقدر، لأن أنت ممكن في المجال أكثر مني. خلي حوار مفتوح مفتوح طبيعي. والله بس أنا ما أقدر أقيم، لأن هذا العمل أنت ممكن لمسته أكثر مني. والله اثنينهم يعني. شوف أنا أقول لك شيء بصراحة، أحلام خدمتها وراشد خدم، فالاثنين ضربوا. لكن أنا اللي ما خدمتها، لا خدمتها لي ولا خدمت هذا اللي شايف نفسه. حلو. صريح جدا معك. حلو تعجبني صراحتك. لا فعلا. طيب نرجع لموضوع التلحين. صحيح أنت تقدم أعمال يعني تلحين بأجر عالي جدا. شلون عالي جدا؟ يعني تلحن حق فنانين، ولكن أنا ما أتقاضى أجر أصلا. أوه. أقسم بالله أنا ما أتقاضى أجر. يعني الكلام اللي قاعد يطلع عليك؟ لا طبعا أكيد. الكلام هذا أي أحد ممكن يقوله. الآن بالإشاعات، أنا لو أقعد أنا وياك الحين أمسك تلفوني وأحط في الواتساب أي إشاعة بتوصل العالم العربي بنص ساعة، وأنا قاعد وياك هني ما أدري إشاعة. فالكلام شيء والأصل شيء ثاني. أنا ما أتقاضى أجر، لكن ممكن يعني بعض الشركات تعطي الفنان أجور ملحنين، فالواحد ما يرد الخير يعني. جانا الخير وافقنا. حلو. فهمت؟
امس شوقي اللي دمعنا بلا يا عمي عزة نفس انا راجع له راجع له من بعد ليلة امس شوقي اللي دمعنا بلا يا عمي عزة نفس انا راجع له راجع له طيارة سيارة عبارة أنا صراحة من البداية كنت ببارك لك في محلك الجديد سناب كافيه، لكن ما شاء الله دخلنا دخول قوي. الله يسعدك يا عبد والسوالف معاك ما تمل. أنا ربي أبي يسعدك. أسألك طبعا أول شيء ألف مبروك، والله الله يفتح لك يبارك فيك. الخير إن شاء الله. الله يجزاك اسم خير. سناب كافيه ممكن بعد مميز. هذا بعد تميز، لا تقول لي جريء. هذا تميز. لا هذا تميز. إيه. وهذه فكرة ما شاء الله عليك. الحمد لله. بس هل البزنس راح يشغلك عن الفن؟ لا طبعا البزنس فيه طبعا كاست كامل ماسك الكافي من اوله. حلو. وإذا جينا هناك بنحصلك ولا؟ والله بعيوني. الله يوفقك. يعني علاقة بيني وبينك الفنان دائما فيصل يمكن البزنس حقه يكون في مجاله الفني. ايه انت ما شاء الله شطحت خلينا نقول. لا مو بس انا، صدق تماما 3/4 الفنانين لهم بزنسهم الخاص ما له علاقه بالفن. بس ممكن ما يعني ما يتكلمون. العقار وما العقار وهذا كثير فنانين اصحابي اعرفهم ما لهم علاقه في الموضوع. طيب فيصل تسمح لي بس نطلع فاصل إيه، قصير؟ خذ راحتك حبيبي. مسموحين؟ مسموح يا قهوة؟ إيه حبيبي. الله يسعدك. مشاهدينا فاصل قصير لا تروحون بعيد مع الجريء والمميز فيصل راشد. ولا قلت انت لي قالت لي متفائل قلت عاشقك قالت لي وش دراك قلت السور قالت لي تستاهل واسمع بعد عبد الحليم هو هواك واتمنى وانسى روحي وياك هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك. عودة جديدة لكم مشاهدينا الأحبة من خلال هذا البرنامج المميز بتميز ضيفنا فيصل راشد. صراحة ايش ما قلت الجريء. الجريء المميز اللي أنا سعيد بتواجده اليوم معك. الله صراحة يسعدك يا بعد الدنيا. فعلا أنا حبيبي. شاكر لك تحت هذه الفرصة. ربي يسعدك كل إي تحت والله. امرك يا بعد عمري. فيصل ودي أسألك سؤال بعيد عن الشاشة شوي. ايه دائما يتكلمون في الفترة الأخيرة الحين على موضوع فنانة العرب. بما أنك على سجيتك أنا ودي أنك تقول لي لا رأيك. صريح جدا معاك، قول تفضل. لي اللي بخاطرك فعليك. تفضل عطني. فنانة العرب شنو الموضوع؟ يعني قول لي من هي فنانة العرب، أو هل أنت تشوف في فنانة الآن موجودة هي فنانة العرب؟ تكلمت بوجهة نظري؟ أي نعم. وجهة نظري أنا. أي نعم. شوف أخوي فواز أنا أتكلم عن وجهة نظري فركز على وجهة نظري. يعني حط وجهة خطين نظر تحتها. فيصل الراشد. أوكي. وجهة نظر فيصل الراشد شخصيا ما له علاقة في الباقيين. ما في فنانة عرب الآن في الوقت الحالي بالنسبة لي ما في فنانة عرب. ليش؟ ما في فنانة عرب. أنت لما تتكلم عن فنانة عرب أنا أتكلم عن أم كلثوم. ماذا قدمت أم كلثوم؟ وما زالت أم كلثوم في جيلها كانت هي فنانة العرب. طيب الجيل اللي ما بعد أم كلثوم بوجهة نظري أو أرد وأقول لك وجهة نظري فيروز. هذه فنانة عرب تسمى لأن أغاني مخلدة. أغاني مخلدة إلى الآن. أقسم بالله العظيم الصبح إذا ما سمعت فيروز ما ارتاح، ما أعيش يومي. طيب فيصل في الخليج ما في؟ الآن قاعد أتكلم في تنافس. حلو. في تنافس ما بين أحلام ونوال، وفي تنافس بين فنانات الشابات، وفي تنافس. بس أنت قاعد تتكلم عن فنانة عرب. ترى فنانة عرب كبيرة كبيرة كبيرة، كلمة كبيرة. أنا أعترف أن فنان العرب محمد عبده بوجهة نظر فيصل الراشد. أنا أتكلم عن فيصل الراشد. حلو. اللي يزعل يا جماعة، هذا لا حق. ما حد يزعل، هذه وجهة نظر بالعكس احنا نتقبل. وجهة نظري فنان العرب محمد عبده من يوم طلع فيصل الراشد إلى اليوم هذا في كل مكان، في كل مقناص. إذا ما في محمد عبده مقناص. إذا ما في محمد عبده ما أقنص، ما تنطلق. ما ارتاح. الله. هذا أنا بوجهة نظري فنان العرب محمد عبده. نعم.
لكن فنانة العرب ما زال في تنافس، بس ما ندري بعد ان شاء الله 20 سنه 30 سنه ان شاء الله تطلع فنانة عرب. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب في فنانه معينه مثلا انت شايف الحين من الشابات طلعت تحس انها ممكن في يوم من الايام توصل للنجوميه؟ والله العظيم شوف، كانت في فنانه الله يرحمها ذكرى. الله يرحمها. كانت هي ما شاء الله عليك. يعني تستحق كلمه فنانة العرب. الله. انت من قلت لك ذكرى قلت لي الله. فعلا. خلاص انتهى الموضوع، الحين لا نقعد نجامل ولا نقعد نتكلم وننافق. بالعكس يا جماعه، في كثير ناس ما يحبون فيصل راشد. بس على فكره انت راح تسوي مشاكل في تصريحك هذا. ليش؟ فعلا انا قلت والله اللي يزعل يزعل، بنسجل انا. لا اللي يزعل يزعل يا جماعه، بالعكس انا صريح جدا، ما فيها شيء يا جماعه. والله انا احب انا قاعد صراحتك. اقول لك الان فيصل الراشد، اقسم بالله في ناس كثير يكرهوني، مو كل الناس تحبوني، والقبول هذا من الله سبحانه، احنا ما نملكها. بس هذا لكن تاكد اللي يحبونك اكثر. الله يسعدك أيوة. يا حبيبي، يكفي انت والله. الله يسلمك. عطاهي لذي سوى زينك بلا حدود، يمشي مع العالم بالسير وحدك. عطاهي لذي سوى زينك بلا حدود، يمشي مع العالم بالسير وحدك. تبسم لي لبحت فيصل أبيك تقول لي شنو سبب عدم تواجدك في الإعلام الكويتي؟ وين فيصل؟ شوف انا اقول لك شيء، انا من بداياتي توجهي كان غير كويتي. ليش؟ لسبب، يعني اسباب كثيره، يعني اسباب كثره الفنانين، اسباب احتكار جروبات معينه، يعني فلان مثلا الشركه الفلانيه عندها جروب، الشركه الفلانيه عندها جروب، فانا ما كنت انتمي لاي جروب منهم. فحسيت اني انا ضايع، لازم انتمي لاي جروب. وين رحت؟ ما رحت، وجهت للسعوديه، لقطر، البحرين، وجهت برا الكويت يعني. طيب حلو، وجهت ونجمت الحمد لله. الحمد لله. وليش الحين فيصل إلى الآن تحس إن في حساسية بينك وبين، مش منك أنت تتكلم بصراحة، من الإعلام الكويتي نفسه؟ شوف الإعلام الكويتي شنو السبب؟ كان قبل إعلام كويتي. قبل لما تتكلم عن تلفزيون الكويت، كان الخليج كله يتابع التلفزيون. الحين تلفزيون الكويت، واقولها واصرح لك اني انا ما اشغله الا على اذان المغرب برمضان فقط. تصريح قوي. قسما بالله ما اشغل تلفزيون الكويت الا على اذان المغرب في رمضان، عشان الفطور، وقت الفطور بس. وحيوحشنا. طيب ايضا هذا يجرني للسؤال يمكن يكون تقليدي شوي، انه ما تتواجد في حفلات هلا فبراير. ولا ابي اتواجد فيها، وانا قلتها وصرحت كذا مره، لان خلاص هلا فبراير شاركت فيه مره واحده في حياتي، اتوقع كانت 2002. شاركت فيه بدون اجر، مهرجان بلدي ويحق لي اني اشارك فيه بدون حلو. اجر. طيب قلت اوكي بدون اجر ما في مشكله، بلدي. الله. شاركت فيه. السنه اللي بعدها قالوا تدفع للفرقه اللي معاك وتشارك. قلت ايش رايكم اوزع اكل للزباين برا؟ ايش رايكم نوزع بيبسي وماي واعلام على حسابي؟ شنو وظيفتكم انتم؟ من بعدها خلاص هلا فبراير. يعني اللي معترف فيه ان انت كفنان انت اللي راح تجيب جمهور، انت اللي بتجيب لهم فلوس. المفروض بس انه في عقليات خلاص، اذا هو ما رغبك لازم يعطيك شروط تعجيزيه عشان يعني مع السلامه، بس بالضبط. بطريقه ايوه بالضبط. غير مباشره. نفس الحين لما تقول لي انا ابيك بحفله، بقول لك انا اطلع ب 280,000 دولار. يعني خلاص. وانا سعري اساسا مثلا 80,000 دولار. ايه زدت عليك 200، ابي ماني رايح لك. بس بقى وافقت ما وافقت كيفك. طيب كم تاخذ على الحفلات؟
مليون. يعطيك العافيه. هذا يعافيك يا طبعا بعد، الله هذا بس يسلمك مجرد عليك. مداعبه. لا بالعكس عادي، احنا نقول اسعار ما ادري. لا تقول اسعار. احنا ترى انا وفيصل فعلا نحب نمزح مع بعض. فواز حبيبي. الله يسلمك فيصل. اغنيه طياره تعتبر هي ما شاء الله يعني ما بقى حد ما غناها. جت بعدها اغنيه اهواك والاغاني هذه، هل تشوف انه قدروا انهم ينافسون هذه الاغنيه من انتشار؟ والله شوف، هو التنافس هم كلهم بناتك يعني اغانيك. ما في شك، بس انا اقول لك يعني كل اغنيه لها جمهورها. ايه يعني انت لما تقول فوق تحت لها جمهورها. في ناس تعشق الاغنيه هذه اعرفهم وما يحبون طياره. عجيب. اي والله. وفي ناس تحب طياره وما تحب فوق تحت. وفي ناس لا تحب فيصل راشد كلاسيك الحزين ما الحزين. وفي ناس تحب الاغاني هذه وما تحب لا طياره ولا فوق تحت. فهمت علي؟ فمو شرط الاذواق مختلفه. فالحين وقت السناقل يعني سنجل خلاص انت ما عندك شيء تخير، لازم ترضي كل الاذواق. شو تسوي؟ تسوي سنجل الراقص الباكي، وهذه خلطه الفيصل راشد انا اسويها. هل تحرمني منه الراقص الباكي؟ يعني المقام صبا ألي لا تحرموني منه ألي لا تبعدوني عنه مثل ما هو قطعة مني أنا تراني قطعة منه. لما تغنيها بطيئة تقول حزين. ايه بس الراقص الباكي. الله الله الله. فهذه يعني هذه النقطة أنا مركز عليها حيل في أعمالي، اني خلاص لازم ارضي الناس كلها. يسوي راقص باكي. حلو. ممكن هذه تدوم اكثر فيصل؟ ممكن تدوم ما زالت هل تحرمني منه تغنى. حلو. يا زيني ذيك العصا في دين زين الدلع من شبهها مصر ياخذها ويا مشبهها. طيب فيصل، كلمني عن سر علاقتك مع الشاعر خالد المريخي ونقدم له تحية من خلال شاشة الريان. امسي بالخير ابو غنام حبيبي. طبعا خالد اخوي من عمر الدنيا واحنا ويا بعض، وهذا السر يمكن ما حد يعرفه. تخيل خالد انا اعرفه من سنة 96. اوه. وعلاقتي فيه اخوية من 96. عمل واحد بس اللي هو اهل نجد عملت معاه فقط. شوف علاقتنا كم صار لها. عمل واحد. علي مساعد، الشاعر علي مساعد ولد عمي. نعم. من عمر الدنيا وانا وياه. هي خاربه عمل واحد بس. طيب ليش؟ هل انت اللي يعني في شغلات معينة تختارها ولا هم قدموا لك؟ لا هو الموضوع موضوع عفوي. الموضوع تلقائي، ما يعني شيء من الله سبحانه ما ندري عنه. احنا قاعدين مثلا طلعت معنا فكرة سويناها. ايه. ما فكرنا يعني ما فكرنا نعمل ننجز عمل ولا نسوي ولا نجيب كلام. الكلام جاهز، سمعته لحنته صارت أغنية. ونزلت خلاص انتهى الموضوع. يعني أنت ما عندك خطة مثلا مستقبلية لهذه الأغنية مثلا راح أنزلها وفي اليوم الفلاني راح يصير؟ أحب الصدف بشكل غير طبيعي. والله العظيم مرات أمسك الكلام أحطه قدامي أول لحن أقول لا أسجله، بس أقول لا أبجرب ثاني ثالث أرجع لأول لحن. الله. انتهى الموضوع. في شعراء وفي ملحنين كثير كذا. طيب على طاري الألحان، في لك تعاون قادم مع الفنان ماجد المهندس؟ أي صحيح. ما في عمل يربطني بالأستاذ ماجد المهندس من كلمات شاعر خالد العوض، من ألحاني وتوزيع المايسترو مدحت خميس. بالتوفيق إن شاء الله. شنو القادم؟ القادم مني ألبوم إن شاء الله قاعد أشتغل عليه. حلو. بإذن الله إن شاء الله. جريء؟ يحتوي على 6 أغاني بس غير جريئة، مميزة. طيب تعطينا نبذة عن الألبوم؟ والله إلى الآن يعني أنا قاعد أحضر الآن. يعني ما في شيء رسمي وما ودي أتكلم بشيء ممكن بكرة ما ينزل. ولا في أغنية مثلا أكيدة فيهم؟ في أغنية مغربية. أغنية مغربية إن شاء الله راح تدخل الألبوم. برتم مغربي
هذه عشان تراضي هل المغرب عن اغنيه لبى عيونك ولا؟ ليش ايش فيها؟ إن في شوشره عليها. شنو شو عليها؟ لبى عيونك يا ابو غمزه او شامه او شيء. لبى عيونك يعني يا ابو شامه وغمازه. ايوه. ما عمرها منورا الا على خدودك. حلو. لا يا بعد زين. اها. مو شين. حلو. يعني في بعض ناس فاهمه الموضوع غلط. لا يا بعد زين اهل طنجه واهل كازا. هذه اللي سوت لك المشكله مع أهل طيب المغرب. يا زين يعني لا يا بعد زين اهل طنجه يا جماعه، يعني هم اسياد الجمال. فانا من حقي اني اشبه حبيبتي باحسن من اجمل بنات العالم. حلو. انت اجمل من اجمل بنات العالم مثلا. الله. منو اجمل بنات العالم مثلا؟ المغرب العربي معترف فيه، انه معروف ان المغرب العربي من اجمل بنات العالم العربي. فشو اللي يزعل؟ بس سببت لك شوشره هي، ممكن الناس فهموك غلط. ناس فهموا غلط، لان اساسا يعني في بعض اخواننا المغاربه الله يطول اعمارهم مو فاهمين الموضوع. اي نعم. يعني هم سمعوا بس اللهجه صعبه عليهم. يعني لا يا بعد زين، شنو لا يا بعد زين؟ ترى ما نفهمها الان. صحيح. حتى ممكن في الوطن العربي القريبين منا مو فاهمين لا يا بعد. ايه هي تاخذ ما اخذ بالضبط. آخر. صحيح. طيب نسمع منها مقطع ولا حاب تسمعنا مقطع قبل ما نختم البرنامج؟ لبى عيونك يا ابو شامه وغمازه، ما عمرهن نورا الا على خدودك. لا يا بعد زين اهل طنجه واهل كازا، لا صرت موجود ضاع الكل بوجودك. الله لا صرت موجود يا فيصل، ضاع الكل بوجودك. الله يخليك لي يا بعد عمري، الف شكر لكم. الله يعطيك العافيه، شاكرين لك. سامحوني على الصراحه وسامحوني على بالعكس ما قصرت، استمتعت معاك، وانا متاكد ان المشاهدين ايضا استمتعوا معاك في هذا الحوار. ان شاء الله اني ما زعلت احد ان شاء الله. باذن الله. بس قطيت كم افيه ما في مشكله. ان شاء الله عاد انت يتقبلونك المشاهدين بصدر رحب. يتقبلون ان شاء الله اكيد. عساك على القوه. الله يسعدك يا حبيبي، الف شكر. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم مع الفنان الجريء فيصل الراشد. تقبلوا تحياتي وفي امان الله. يا ساكن بقلب والحشالك مكان ما بسمح لغيرك